السلام عليكم. معكم فوبيا. بحكم اقتراب العيد الأضحى غادي نعاود لكم واحد القصة اللي مرعبة كتهضر على واحد السراح مع واحد الحولي اللي كيخلع في واحد المنطقة عروبية وبعيدة كل بعد على المدينة. كان واحد السراح ديال الغنم، حرفته هي انه كيرعى الغنم ديال العائلات ديال الدوار. كاع اللي عنده شي كسيبه كياخدها من عنده يسرح بها ويقابلها ليه بطبيعة الحال مقابل واحد المبلغ مالي كيتفقوا عليه. هذا الكونسيبت كاين في العروبيات اللي بعاد بزاف وكيتواجد بكثره في المناطق ديال الاطلس، وانا عارف بانه كاين اللي ما غاديش يكون سمع به. المهم هذا السراح كان جات واحد الوقت اللي تزير فيها، كانت الخدمه قليله بزاف وما كاينينش عائلات كثار اللي يعطيوه الكسيبه ديالهم باش يقابلها. بقى كيشوف تاعيا وما لقى حتى شي حل غير انه يدير بالنصيحه ديال واحد السيد اللي كان قال ليه سير لواحد الدوار اخر راه هو بعيد علينا واحد شويه، فيه واحد العائله قريبه لواحد الجبل تماك، عندها كسيبه كبيره ومحتاجين اللي يقابلها اليوم. سير تكل على الله وجرب زهرك معاهم. وبحكم الحاجه ديالو للخدمه هاد السراح تكل على الله ومشى يشوف عند هذيك العائله. وصل لك الدوار وتلاقى مع ديك العائله اللي تا هما كانوا ميسرين، رحبوا بهاد السراح وتفاهموا معاه على الثمن وكل شيء داز مزيان. وفي النهار الاول ديال الخدمه جامو الكسيبه وقال لهاد السراح اجا ولدي بغيت ندوي معاك، ما تحتاجش نوصيك تهلا ليا في الغنم ديالي، الله يجازيك بالخير، وبغيت نوصيك على واحد الحاجه اخرى اللي مهمه ولكن ما تخلعش. بغيتك تحضي من داك الحولي الكبير، راه هو شفتيه؟ قال ليه السراح اين واحد فيهم؟ قال ليه السيد هذاك الكبير راه قرونو كبار ودايرين على راسو. شفتو ولكن مالو علاش خاصني نحضي معاه؟ قال لهم الكسيبه حضي لي معاه، راه ما كيحملش بنادم وكيضرب الناس وعنده شي تصرفات ولدي اللي غريبه بزاف وما كتفهمش. انا اصلا كنفكر نتفك منه في هذا العيد الكبير الجاي ان شاء الله، نبيعو ولا نذبحو فيه اصلا باش نتهنى من صداعو، داكشي علاش حضي لي معاه وصافي. السراح سمع الهضره ديال السيد وخلاها في بالو، توكل على الله وخرج الكسيبه باش يسرح بها. عموما طلع هاد السراح لجهه الجبال وغرق فيها شويه باش يلقى بليس اللي كتوفر فيهم الربيع والاعشاب بكثره. كان هاد الكساب وهو سارح بهاد القطيع بالو ما مهنيش، كان كيحس بواحد النوع ديال الرهبه والقلق، ونقدروا نقولوا كاع فحال الا تخلع من داك الحولي، حيت الهضره ديال مول الشي بقات كدور ليه في راسو. وعاد داك الحولي كان خلعونيت حيت كبير بزاف وصحيح، ولكن اللي كان كيخلع اكثر هي الشوفات ديالو والصوت ديالو اللي كان غريب وكيدخل الرهبه في القلوب. المهم مورا ساعه طويله ديال تماره وديال الدوران قربت العشيه، فقرر السراح ديالنا انه يرجع الكسيبه للكوري. صافي بارك عليهم اليوم من الراي. وهو كيسيس الكسيبه باش ينطلق بها اكتشف واحد المصيبه، داك الحولي ما عندوش اثار. هنا السراح مسكين تخلع وخاف لا يكون ضارو به الدياب وكلاوه، بقى كيقلب مسكين على داك الحولي بحال شي مسطي ولكن ما عندوش اثار. المشكله انه المغرب هذا وبدات الشمس كتنسحب والظلام بدا كيخيم على سماه. سلم امره لله، جمع الكسيبه وتوجه في حاله الكوري. كان غادي في الطريق وهو مرفوع ومخلوع، جا باش يخدم حيت القضيه مزيره، ودابا بين ديك العائله غادي تجري عليه وغادي خصو يغرم ليهم داك الحولي اللي اختفى. غير هو الرعب الحقيقي كان باقي ما بداش، والخلعه اللي غتشد هاد الكساب هذا كانت غادا تسالي معاه. قبل ما نكمل القصه، الا كانوا كيعجبوكم القصص ديالي فهاد القناه محتاجه للدعم ديالكم بالبارطاج واللايك، ولا عندكم شي قصه بغيتوني نحطها عندي ممكن ترسلوها ليا في الفيسبوك. ودابا يلا نكملوا القصه ديالنا. فاش كان غادي في الطريق وهو غارق في التفكير ديالو وكيسايس في الغنم، بدا كيشوف واحد السيد سابق القطيع. كان سابق وغادي قدامهم. ويلي كيفاش ما ردتش البال هاد السيد حتى لدابا. هادشي اللي قال السراح مع راسو. كان هاد السيد لابس شي جلابه في البيض. لا بلاتي هذيك ماشي جلابه، وقيلا واش صوف هذاك؟ شنو هو داكشي؟ والله لا صوف البيض هابط حتى لرجليه. السراح انا طراب وبدا راسو كيدي وكيجيب. داك المنظر ما كانش طبيعي. بقى كيشوف وكيركز عينيه على داكشي اللي قدامه وهو كيحاول يكتشف شنو داكشي ولا شكون هذاك.
كان محدو هو كيركز النظر ديالو عليه وكيحقق فيه مزيان، كيزيد يبان ليه في الشكل ديال داك الحولي اللي اختفى، غير هو كيمشي على جوج رجلين بحال شي بنادم. وغير اكتملت الصورة في دماغ هاد السراح، بدا كيجري في الاتجاه ديال داك العجب بلا ما يحس، كيحاول يقرب منه باش يميزو اكثر، ولكن كان كل مرة كيقرب منه كيختفي فجأة. السراح مسكين الخوف والرعب اللي كنحس بيهم وصلوا للسما، وتلف ما بقى عارف ما يدير. بدا كيحاول يتأكد من داكشي اللي كيشوف فيه، ولكن بدون جدوى. وكتقول القصة ملي وصل هاد السراح للكوري ولا الزريبة، دخل باش يحل الغنم الباب ديال الكوري باش يدخلهم للداخل، ولكن غادي يتصدم ملي غادي يهز عينيه وغادي يلقى داك الحولي ها هو قدامه جالس للداخل. هنا مسكين دخل في واحد النوبة ديال الهلع، دخل داك الغنم وهرب كيجري عند مولشي، مشى كيجري باش يعاود ليه داكشي اللي طرا، ولكن تفاجئ بانه غير بدا الهضره قاطعو مولشي وقال ليه ما تخافش يا ولدي، راه هذيك هي عادته، راه حتى انا ما لقيت حتى شي تفسير لداكشي اللي كيطرا، داكشي علاش قلت لك راه كيدير شي اشياء اللي غريبه. داك الحول يا ولدي وراه شي قصه، ولكن غير الله اللي عالم بها. وزاد قال ليه راه داك الحول غالبا كيختفي وكيعاود يرجع يبان مره اخرى بشي شكل اللي غريب. وهنا ملي السراح عرف القصه كامله فحال طمأن شويه، وقال ليه مولشي اشنو بان لك ولدي تعاوني باش نتفك من هذا الحولي هذا. شاف فيه السراح ووافق، وفي النهار التالي اجتمع السراح ومولشي ومشاو قصدوا داك الحولي وشدوه، ولكن بزز باش قدروا يكتفوه. جبد مولشي جنوي وحاول يدوز عليه، ولكن هنا كانت المفاجأة، كل ما كان كيحاول يدوز عليه كانت الجنوية كطيح ليه من يديه غير بوحدها. هنا دار السراح وقال لمولشي اجي شدو انت من هنايا وخليني انا ندوز عليه في بلاصتك. خدا الجنوية وحاول هو هاد المرة هادي، ولكن والو، كانت الجنوية كدوز على الرقبة ديال الحولي، ولكن ما كانتش كتقطع الرقبة ديالو، بل انها ما كانت قادرة حتى تجرحه. عيط مولشي على مراته وقال لها جيبي لينا بالزربة شي جنوية اخرى. مشات كتجري وجابتها، ولكن والو، حتى هي ما قضاتش، وكل شيء هنا كان واقف ومسمر في بلاصتو، كل شيء كان مخلوع وحرفيا كيترعد من الداخل، حيت الناس فهموا عرفوا وتأكدوا دابا بانه هذاك الحولي ماشي عادي، ولا أسوأ من ذلك هذاك ماشي حولي اصلا. وسط هذاك الهول والرعب اللي كان غادي وكيتصاعد، داك الكساب ما قدرش يصبر، هرب من ديك الدار وهو كيجري بحال كيسابق الريح، وقرر انه عمرو يدوز من ناحيه ديك المنطقه. وبقى هذا الراجل هذا كيعاود هذه القصه ديالو حتى توفاه الله. كاين اللي كان متيق هذه القصه بحكم انه هذيك المنطقه معروفه فيها هذه القصه هذه، وكان اللي قال لك انه هذا السراح غير اختلق هذيك القصه من راسه. وانتوما اش كتقولوا؟ واش كتبان لكم قصه اللي حقيقيه اولا هي مجرد خيال؟ خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، وما تنسوش تدعموا هذه القناه، راها محتاجاكم بزاف. الا كيعجبوكم القصص اللي كنجيب لكم وكتشوفوا انها مميزه فدعموني بالبارطاج وبلي لايك. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا. كان معكم فوبيا، سلام.